السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في قناتي شهوة مريم. اليوم غادي نقدم لكم طريقة تحضير كيكة ديال التفاح. كتجي لذيذة وهشيشة وزوينة بزاف، ان شاء الله الا جربتوها غادي تعجبكم. هنايا كتجي على هذا الشكل هذا، كتجي يعني طالعة. انا هنايا التفاح درتو من الفوق ماشي من التحت. ان شاء الله في فيديو قادم غادي ندير لكم الطريقه ديال الكيكه اللي كيكون التفاح يعني مستف في القاع ديال الطبسيل اللي كنديروه فيها يدخل الفران. غادي نقطع لكم هنايا طريف باش تشوفوها معايا كيفاش كتجي من الداخل. فهي كتجي لذيذه بزاف. نتوما شوفوا معايا كيفاش كتجي من الداخل، كتجي طالعه وزوينه. هانتوما الا بغيتوا تعرفوا كيفاش وشنو المقادير اللي احتاجيت باش نصاوب هاد الكيكه هادي، خليكم مع الفيديو حتى الاخر. بالنسبه للمقادير ديال هاد الكيكه هادي غادي نحتاجوا 4 البيضات. 4 البيضات يكونوا كبار لان الكيكه كتبغي البيض يكون كبير. كاس ديال العنبه ديال زيت المائده. غادي نحتاجوا كاس ديال السكر سنيده. غادي نحتاجوا 2 تفاحات. غادي نحتاجوا هنايا عصير حامضه والقشره ديال حامضه. حكيت هنايا هذيك الحامضه اللي عصرناها نحكوا لها ديك القشره ديالها. غادي نحتاج هنايا حك ديال دانون، اي نكهه بغينا، يا بنان يا فاني اللي بغينا. غادي نحتاج هنايا 3 ديال الخمارات حمر وساشيه ديال السكر فانيلا، غادي ندير منها غير معلقه صغيره. غادي نحتاج هنايا 300 غرام ديال الدقيق فورس مغربل. غادي نحتاج بالنسبه للناباج غير للتزيين فقط. اللي ما عندهاش الناباج تقدر تزين غير بالكوفيتير، يعني غير باش تجي الوجه ديال الكيكه فيه ديك اللمعان. غادي نبدا دابا على بركه الله. غادي ناخذ هنايا 4 البيضات، غادي نديرهم في البانيو اللي غادي نخدم فيه. غادي ندير معاهم كاس ديال السكر سنيده. غادي ندير معاهم هنايا واحد معلقه صغيره ديال سكر الفانيلا. انا درت هنا القياس ديال معلقه صغيره. صافي غادي ناخذ الباتور. من الاحسن نخدموها بالباتور. بسم الله. وغادي نبقى يعني كنخدم في البيض والسكر سنيده حتى يولي بيض اللون ديالو ابيض. هانتوما كتشوفوا معايا اخواتي. خدمت هذا البيض هذا والسكر سنيده مزيان حتى ولا يعني الشكل ديالو هكا ابيض كيف ما كتشوفوا معايا. يعني خدمته مزيان واحد المده ديال 7 دقائق، من 5 حتى ل 7 دقائق. الان غادي نضيف هنايا كاس ديال الزيت. يعني ضروري نخدموا البيض والسكر سنيده حتى يصبح على هذا الشكل هذا. يعني ضروري ان احنا نخدموا البيض وسنيده مزيان. غادي نضيف هنايا كاس ديال زيت المائده. غادي نضيف عليهم هنايا هاد الحك ديال دانون. غادي نضيف عليهم هاد القشره ديال ديك الحامضه. غادي نخلط هاد المقادير. غادي نضيف عليهم دابا هنايا الخمارات حمر. بسم الله. غادي نضيفهم ب3.
صافي. وغادي نخلط عاود. الان غادي نبدا نضيف في الدقيق. كما قلت لكم هنايا عندي 300 غرام ديال الدقيق. غادي نبدا نضيف هكا بشويه بشويه ونحرك حتى يدخل هذا الدقيق في هذا الخليط هذا. يعني غنبقى نضيف في الدقيق بشويه بشويه كما ذكرت 300 غرام. صافي غنبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى ندخل الدقيق اللي عندي كله. لما كملت داك الدقيق يعني دخلته كامل في هذا الخليط كما كتشوفوا معايا كيجي على هذا الشكل هذا. يعني ما بين وبين ما ثقيلش بزاف وما خفيفش عاود. هانتوما كتشوفوا كيفاش داير. غادي ندوز دابا للتفاح. هنايا خديت دوك جوج تفاحات حيت لهم القشره ديالهم، حيت لهم القشره كيف ما كتشوفوا معايا، وغادي نقطعهم على هذا الشكل هذا. يعني نقطعهم على هذا الشكل هذا، نخلي هذا السمك بهذه الطريقه هذه. انا غادي نكمل يعني التقطاع ديال التفاح بهذه الطريقه هذه وبهذا السمك هذا. بعد ما كملت التفاح في التقطاع كناخذ هاد عصير الحامضه ديال اللي عصرت وغادي نضيفه فوق من هاد التفاح هذا غير باش ما يكحلش لينا، وغادي نخلطو باش هاد التفاح كله يعني يتغمس في داك في هاد الخل، عفوا في هاد الحامض. صافي غادي ناخذ دابا المول. هنايا المول مدور هذا اللي كيتحل، سبق لي هنايا ودهنته بشويه ديال الزبده ورشيت عليه الدقيق باش ما تلصقليش الكيكه ديالي. غادي ناخذ بسم الله هذا الخليط هذا ديال الكيك وغادي نصبو هنايا في القالب. بهذه الطريقه هذه. فهاد الكيكه كتجي زوينه ان شاء الله، الا جربتوها تعجبكم. غادي نحاول نخلط شويه نقاد ليها الوجه ديالها. غادي ناخذ دابا تفاح وغادي نبدا نستف هنايا بسم الله. هانتوما كتشوفوا حيت الخليط ديالنا يعني كان ثقيل شويه داكشي علاش التفاح ما كيهبطش يعني كيبقى الفوق. غنبقى يعني كنستف التفاح على هذا الشكل هذا. غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه، كنستف في التفاح على هذا الشكل هذا حتى نعمر الوجه كله ديال الكيك بالتفاح. هو الشكل ديال الكيكه بعد ما استفت فوق منها التفاح. دابا غادي ندخلها للفران. بطبيعه الحال الفران خصو يكون بارد. انا حتى كندخل الكيكه عاد كنشعل عليها الفران. هذا هو يعني سر من اسرار النجاح ديال الكيكه. وبطبيعه الحال تكون العافيه مشعوله غير من التحت وتكون مهيله لمده يعني 40 حتى 45 دقيقه، يعني حتى نشوفوها بدات كتحمر وبدات يعني تبان لنا راها طابت. عاد فاش نشعلوا عليها النار من الفوق باش يتحمر ليها الوجه ديالها ونخرجوها ونقدموها بالصحه والراحه. بعد ما طابت الكيكه ديالنا وخرجتها من الفران فهي كتجي على هذا الشكل هذا.
بطبيعه الحال كنخشيو فيها موس. الا خرج لنا ناشف راه كيعني بانها طابت، والا خرج لنا باقي فازك شويه نعاودو نزيدوها باش طيب. انا هنايا ملي قلبتها لقيتها صافي طابت. غادي نحل عليها المول دابا. سمحوا لي. فهي كتجي على هذا الشكل هذا، يعني كتجي طالعه كما كيبان. غادي ناخذها دابا نهزها نديرها في طبق التقديم. الان بعد ما حيدتها من المول ووضعتها في الطبق ديال التقديم، فغادي ناخذ هنايا الناباج. كما قلت الناباج اللي ما بغاتش ديرو اولا اللي ما عندهاش متوفر دير في بلاصتو الكوفيسير، لان الدور ديال الناباج هو اللي يعطينا ديك اللمعه. غادي ناخذ هنايا المقدار ديال واحد المعلقه. انا هنايا حيت ما فيا اللي يديروا في الباماغي، داكشي علاش غادي نخدمو هكا غير شويه بالمعلقه. اللي بغات ديروا في حمام مريم تيطلق شويه ديروا. غادي نحركو غير هكا شويه. بسم الله. هانتوما كتشوفوا كيفاش تطلق صافي. وغادي نبدا ندهن به هكايا. صافي غنبقى كندهن ليها الوجه ديالها كامل بهذه الطريقه هذه. من بعد ما دهنتها كلها بالناباج فهي كتجي على هذا الشكل هذا، يعني داك الناباج اولا الكوفيتير. يعني الهدف منه هو ديك اللمعه اللي غادي يعطينا. كنقدمها لكم بالصحه والراحه، وكنتمنى انكم تجربوها. وإلا جربتوها وعجبتكم ما تنساوش خليو لي في لي كومونتير كيفاش جاتكم. كنتمنى ان اللي شافت هذا الفيديو هذا وعجبها ما تنساش تابونا في القناه ديالي شهوة مريم ودير جيم الفيديو ديالي.